وهدي يا بحر هدي، طولنا في غيبتنا، وودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا. يعني ممكن الطوابق العليا تقدر تطلع قيمة الشهداء، فصرنا ننام فوق بقول لهم إحنا هيك هنموت، بس إنه يقدروا يدفنونا. يعني كان نفسي كتير أكون أم، بس مع الحرب ندمت لأنه مسؤولية. أنا من الأشخاص اللي صعب إنه أعيد. لما الاقي سيارة الكبيرة الطندر الكبير هذا وينشف ريقنا ويدور على رفح يقعد له نص ساعة كمان. مش عارفة إيش هم عاملين، يا رب يكونوا عايشين. يعني كل واحد في غزة خصوصاً بقاوم بطريقته. ضل لنا وقت طويل لحد ما تعودنا على صوت الطيارة الطبيعي. هذه الطيارة مش رح تنزل صاروخ، هذه طيارة عادية محملة بني آدمين عاديين. طبعاً نادي جرفوه اليهود عشان يدمروا أحلامنا، بس يعني لسه عندي حلم ونفسي أكمل ألعب. بدي أحاول أعمل طيارة. نزل صاروخ.